السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى ثانوي حبايب قلبي في كل مكان، عاملين إيه؟ خصيصا طلاب الأونلاين سواء كنت منصة أو يوتيوب. حلو، خصيصا بقى منصة طلاب الخديوي والفيلسوف. جايين النهاردة بقى عشان نخش على محتوى الأسبوع الثالث، درس التاني عندنا في الفلسفة، واللي بيتكلم عن حاجة اسمها البايو طبية أو الأخلاق الطبية. جميل. خليني بس ارجع معاك بالزمن لورا شويه، وقبل ما ارجع بالزمن لورا شويه اخد شفطه قهوه عشان اعرف اركز معاك. طيب خد يا حسن، خد القهوه دي هكملها بعدين. يلا يا باشا عندنا شغل. ده واحد تافه. يلا 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 يلا. طيب ركز بقى يا عم معايا. خلينا نرجع بالزمن لورا شويه، من اول او من بعد الحروب او حرب العالميه الثانيه خصيصا بدأ العالم ياخد شكل جديد، بدأت الحياة تاخد شكل جديد، بدأت الناس تاخد شكل جديد. طب ايه الشكل اللي اخده العالم؟ كان شكل في نوع من انواع التطور الحديث والتكنولوجيا والعلم. حلو قوي. طيب مع تطور العلم والتكنولوجيا كان لازم يظهر عندنا حاجة تخلي التكنولوجيا والعلم دي ليها حدود. ما هو احنا لو سيبنا التكنولوجيا والتطور العلمي والتكنولوجي مع الانسان هيخرب الدنيا، فكان لازم يبقى عندنا منهج، يبقى عندنا دراسة توقف الانسان عند حده، تحط له قواعد، تحط له قوانين. ومن هنا ظهرت عندنا الاخلاق التطبيقية او الفلسفة التطبيقية اللي بدأت تهتم بكل حاجة تخص الإنسان في العصر الراهن. أي مشكلة تخص الإنسان هي بدأت تهتم بيها. ما شاء الله، حدث ولا حرج. الإنسان بتاع مشاكل، الإنسان عربجي، بيخش في أي حاجة بيخربها، ما سابش مجال إلا وخربه. والله أنت كإنسان أنت عربجي، سبحان الله. طيب احنا خدنا درس الحصة اللي فاتت كان بيتكلم عن حاجة اسمها الأخلاق البيئية، دي مشاكل موجودة في الواقع. خلاص، فبدأنا ندرسها عن طريق الأخلاق التطبيقية. طب النهاردة بقى هناخد مشاكل جديدة أو حاجة جديدة اسمها الأخلاق البايوطبية. دي مشاكل بتحصل في الطب، كان لازم برضو تيجي الأخلاق التطبيقية وتتكلم عنها، تحط لها قواعد، تحط لها قوانين، تحط لها معايير. خلاص، عشان التكنولوجيا ممكن تخرب الدنيا. خلاص، سواء كان في طب، كان في سياسة، كان في اقتصاد، كان مثلا في بيئة. أي حاجة فيها تكنولوجيا وعلم وتطور ممكن تخرب الدنيا لو ملهاش حدود، لو مش محطوط لها قواعد ومعايير. ومن هنا نبدأ نتكلم عن تعريف اسمه الأخلاق التطبيقية. يعني ايه أخلاق تطبيقية؟ بعدين نخش في الدرس بتاعنا. يلا تعالى بقى ركز معايا. تعالى تعالى تعالى. يلا ركز بقى معايا. صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب تعالى نبدأ مع بعض كده. أول حاجة هناخدها، أنا هشرح لك كده على البورد عشان أفصص لك كلمة كلمة، عشان المذاكرة مش هتفهم منها قوي. طيب ركز معايا. أول تعريف هناخده، هنتكلم عن حاجة اسمها الأخلاق التطبيقية. طيب مستر، يعني ايه أخلاق تطبيقية؟ أول حاجة هناخدها وهو التعريف. طيب ايه بقى هو التعريف يا مستر؟ بص يا باشا، التعريف ان الأخلاق التطبيقية دي عبارة عن شوية قواعد، خلاص، عبارة عن شوية معايير، عبارة عن شوية قوانين. طيب جميل، يبقى هي عبارة عن شوية قواعد، عبارة عن شوية معايير، عبارة عن شوية قوانين. طيب يبقى هي عبارة عن شوية قواعد، شوية معايير، شوية قوانين. حلو، يا ترى احنا بنستخدمهم ليه؟ قال لك والله حضرتك بتستخدمهم عشان تعمل دراسة. اعمل ايه؟ دراسة. هعمل دراسة لايه؟ لأي موضوعات علمية. أي موضوعات فيها علم، خلاص، أي موضوعات فيها تطور، أي موضوعات فيها تكنولوجيا، لازم تعمل لها دراسة عن طريق القواعد والمعايير والقوانين. لازم يبقى لها حدود، عشان لو ما بقاش لها حدود هتخرب الدنيا. ده مش بس كده، ده احنا كمان بنستخدمها لتنظيم
هننظم ايه يا مستر؟ اي موضوعات تبقى عملية. عملية يعني شغل، عملية يعني عمل. اي حاجة تخص الشغل تخص العمل لازم يبقى ليها قواعد، معايير، قوانين، عشان تبقى ماشية بنظام، مش ماشية كده هادي بادي كرنب زبادي شالوا حطوا كل علادي. لا يا حبيبي، مش سبهلله، هي مش سداح مداح. كل شغل لازم يبقى ليه قواعد وحدود بتنظمه. يعني مثلا احنا النهارده هنتكلم عن الطب. هو الطب ده مش وظيفه، مش شغل. مش لازم يبقى له قواعد، مش لازم يبقى له معايير، مش لازم يبقى له قوانين، عشان تتحكم فيه، عشان تنظمه. هي مش سداح مداح، مش اي حد يعمل حاجه هو عايزها، مش اي دكتور يعمل حاجه هو عايزها، مش اي طبيب يعمل حاجه هو عايزها، مش اي ممرض يعمل اي حاجه هو عايزها. لا، في حاجات بتحكمه، قواعد، معايير، قوانين. مش بس كده، دي كمان بتفيدك في ايجاد حلول للمشاكل. اي مشكلة بتواجه حضرتك في اي شغل، في اي عمل، في اي موضوع علمي، تحاول تحلها. زي مثلا احنا هندرس ان شاء الله النهاردة مشكلة بتحصل في الطب، زي مشكلة مثلا الموت الرحيم او زراعة الاعضاء. دي مشاكل موجودة، هنبدأ نعرف قوانينها، نبدأ نعرف معاييرها، نبدأ نعرف القواعد اللي محطوطة ليها عشان نقدر نحل المشكلة دي. ده باختصار تعريف الاخلاق التطبيقية. يبقى هو عبارة عن قواعد، معايير، قوانين بدرس بيها موضوعات علمية، اي حاجة تخص التكنولوجيا، تخص العلم، وكمان بنظم بها الموضوعات العملية بتاعتي، بنظم بها شغلي، بنظم بها عملي، وكمان عشان احل المشاكل. اي مشاكل تواجهني اقدر احلها. طيب تعالى بقى مع بعض نعرف اول حاجة ايه تعريف الاخلاق التطبيقية دي اللي عمالة تهتم بكل حاجة موجودة في حياة الانسان، تهتم بالبيئة ودلوقتي بتهتم بالطب. طيب تعالى نعرف تعريفها ايه. قال لك ايه بقى؟ بص يا عم، قال لك ان الاخلاق التطبيقيه دي فرع من فروع الفلسفه. حلو، فرع من فروع ايه؟ فرع من فروع الفلسفه. حلو. طيب هي عباره عن ايه؟ بص يا باشا، هكتب لك هنا، الخص لك هنا، بعدين نقراها. هي عباره عن شويه قواعد، عباره عن شويه معايير، عباره عن شويه قوانين. حلو قوي. يبقى هي فرع من فروع الفلسفه، تتكون من قواعد، معايير، قوانين. طيب يا ترى بنستخدمهم فين؟ قال لك انت بتستخدمهم في دراسة الموضوعات العلمية. اي حاجة فيها علم، فيها تكنولوجيا، لازم تستخدم معاها قواعد ومعايير وقوانين. لازم تدرسها بالقوانين والمعايير والقواعد، لازم تدرسها بالاخلاق. طيب اشمعنى؟ عشان تحط لها حدود. ما هو انت لو ما حطيتش حدود للحاجة اللي انت بتعملها، للتطور التكنولوجي اللي انت عايش فيه، هتخرب الدنيا. فكان لازم يبقى عندنا حاجة تحمينا، تحد من الحاجات اللي بيعملها الانسان بسبب العلم، بسبب التكنولوجيا، بسبب العلم، بسبب التكنولوجي. حلو. طب مش بس كده، دي كمان بتحاول انها تعرف المشاكل اللي بتواجه حضرتك وتقدم لك ليها حلول. خلي بالك احنا بنواجه مشاكل كتير، زي المشاكل اللي كنا بنواجهها في البيئة من التلوث والقرف اللي بيحصل، هي بدأت تقدم لنا ليها حلول. وفي مشاكل هناخدها بتحصل في الطب، هي برضو هتقدم ليها حلول. صح ولا لا؟ فادتك ولا ما فادتكش؟ فادتني يا مستر، عرفت لي المشاكل وطلعت لي ليها حلول. خلاص. وقيس ده بقى على كل حاجة موجودة في حياتك. كل حاجة بتحصل في حياتك هي بتحاول تحلها لك، بتحاول تنظمها لك. خلاص. بتنظمها ازاي؟ بالقواعد والمعايير والقوانين. يعني بتحط لك ليها حدود، مش هادي بادي كرنب زبادي. خلاص. مش سبهلله، هي زيت زي عبيد. ليها قواعد، ليها قوانين، ليها معايير، انت لازم تلتزم بيها. اصل انا لو سبت لك الدنيا سداح مداح، انت كائن يلا متخلف، انت كائن عبيط، انت ممكن تخرب الدنيا. ده انت ممكن تبوظ كل حاجه موجوده في الحياه بسبب التكنولوجيا والحاجه اللي موجوده في ايدك وانت مش قادر تستغلها صح، فتخرب الدنيا. طيب تعالى كده مع بعض
بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله هي فرع جديد من فروع الفلسفة يشمل مجموعة من القواعد اهو، قواعد، معايير، قوانين. طيب العملية التي تقوم بها باتباعها في دراسة العديد من الموضوعات العملية أو العلمية، اللي هي العلمية يا شباب. خلاص؟ طيب أي حاجة فيها تكنولوجيا، أي حاجة فيها طب، أي حاجة فيها بيئة، أي حاجة تخص المجالات العلمية أو العملية هي بتحاول تدرسها، بتحاول تحط لك ليها معايير، بتحاول تحط لك ليها قوانين أهو. وكمان بتحاول والله تعرف إيه المشكلات اللي موجودة وتطلع لك ليها حلول. وقيس ده بقى على كل حاجة موجودة أهو في شتى الجوانب الأخلاقية، يعني داخلة في كل المجالات. داخله في كل ايه؟ داخله في كل المجالات. خلاص؟ اي مجال موجود هي داخله فيه، اي حاجه ليها علاقه بالعلم والتكنولوجيا والشغل هي داخله فيها، هي بتنظمها لك، بتحط لك قواعد، معايير، قوانين. مش سايبه لك الدنيا كده سداح مداح، هدي بادكم بزبادي، لا لا لا. طيب تعالى بقى نخش على الدرس بتاعنا النهارده، وده بيتكلم عن حاجه اسمها الاخلاق البايو طبيه، يعني اللي ليها علاقة بالطب. طب هشرح لك الأول بعدين نقرا ونشوف. بص يا باشا، ظهر عندنا واحد سنة 1970 كان اسمه فان بوتر، على وزن اسم الواد الساحر ده بتاع الأفلام السحر الماجيك اللي اسمه هاري بوتر. خلاص؟ شبه اسمه كده، اسمه فان بوتر. الراجل ده كان طبيب ألماني، أنا آسف كان طبيب أمريكي. طيب الراجل ده كان بيدرس سرطان الدم، أو هو تخصصه في سرطان الدم. حلو قوي. الراجل ده والله أخد كلمة البايو طبية وسماها بعلم البايوتيقة أو علم البقاء، وكتب مقال كبير قد كده عن علم البايوتيقة ده، وقال لك عليه ده علم البقاء. ده العلم اللي بنستخدمه عشان يبقى الإنسان باقي في الحياة، يفضل موجود، نقدر نحافظ عليه. حلو. ده سنة كام؟ سنة 1970. طيب تعال أهو. بص بيقول لك ايه؟ الاخلاق البايوطبيه ده فرع من فروع الاخلاق التطبيقيه. قلت لك الاخلاق التطبيقيه دي شامله البيئه، شامله الطب، شامله كل حاجه. طيب واستخدمنا لفظ البايوتيكا لاول مره سنه 1970. مين اللي استخدمه؟ كان واحد اسمه فان بوتر. طيب وعمل مقاله كبيره واتكلم عنها وقال انها علم البقاء. خلاص، اللي بتحافظ على الانسان عشان يكمل ويفضل عايش، بتحافظ عليه. حلو. حيث شعر بالتفاوت بين تقديم المعارف أو تقدم المعارف العلمية خاصة الطب والبيولوجية والجمود في الفكر الأخلاقي. الراجل لما شاف إن علم الطب والعلم البيولوجي بدأ يتطور، فبدأ يدرسه وبدأ يهتم بيه. خلاص، وبدأ يقول والله يا جماعة أنا هطلق عليها حاجة اسمها البايوتيقا. طب هو جاب كلمة البايوتيقا دي منين؟ بص، هو جه عند البايو طبية دي، أخد أول كلمة بايو، وراح جه عند الأخلاق وجاب المصدر بتاعها أو أصلها اللاتيني اسمها تيقا، فسماها إيه؟ بايو تيقا. صعبة؟ فيها مشكلة؟ ما أظنش. طيب أنا بقى لو سألتك سؤال، قلت لك الأخلاق البايو طبية دي لو أنا عايز أحطها تحت مبحث من المباحث اللي أنت درستها السنة اللي فاتت، تحطها تحت أي مبحث؟ يا ترى مبحث الوجود، ولا مبحث المعرفة، ولا مبحث القيم؟ هقول لك الإجابة مبحث القيم. فاكر يلا؟ فاكر الترم اللي فات؟ فاكر الترم اللي فات ولا مش فاكره؟ ما انت كلب بحر اكيد مش فاكر. ها؟ اللي قعدت انبح صوتي قد كده في الاخر كله بيسيح. يبقى خلي بالك، هام المجالات البيوطبية او الاخلاق البيوطبية دي تحطها تحت مبحث القيم. لو انت فاكر قلت لك مبحث القيم او الاكسيولوجيا، ده هام اهو، ده مبحث بيهتم بالقيم، وكان عندنا 3 قيم: قيمة الاخلاق، خلاص، قيمة الحق، وقيمة الجمال، الخير والجمال والاخلاق. ايوه، الخير والجمال والاخلاق، دول ال3 قيم اللي كان بيدرسهم مبحث القيم او بيقولوا عليه الاكسيولوجيا. يبقى خلي بالك، الأخلاق البيوطبية تحط لها أو تحطها تحت مبحث القيم أو مبحث الإكسيولوجيا، لأن مبحث القيم ده هو اللي بيدرس الأخلاق. لو أنت فاكر قلت لك إن علم الأخلاق بندرس الأخلاق، قيمة الأخلاق عن طريق علم المنطق. فاكر؟ يا رب تبقى فاكر.
طيب خلي بالك بقى، تعالى بقى اتكلم معاك عن حاجه كده مهمه، ان الاخلاق البيوتوبيه دي في منها 3 انواع. في منها كام نوع؟ 3. طيب تعالى نعرف مع بعض ايه ال3 الانواع بتوعت الاخلاق البيوتوبيه، او ايه ال3 انواع بتوعت الاخلاق البيوتوبيه. تعالى مع بعض هنمسكهم واحده واحده في البورد هنا ونكتبهم ونفصصهم حاجه حاجه. طيب يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا ايه؟ احنا لحد دلوقتي يا مستر والله ما خدناش غير تعريف الاخلاق التطبيقيه، هي شويه قواعد معايير قوانين بندرس بيها خلاص اي موضوعات علميه ليها علاقه بالتكنولوجيا او عمليه بنستخدمها في الشغل يعني زي الطب كده. طيب وبعدين اتكلمنا عن تعريف الاخلاق البيوتوبيه، قلت لك والله ظهر عندنا واحد اسمه فان بوتر سنه 1970 سماها بالبايوتيقا، وهي فرع من فروع الاخلاق التطبيقيه. جميل قوي. وعمل عنها مقال كبير وبدا يتكلم عنها وقال ان ده علم البقاء. خلاص احنا بنحاول نساعد الانسان على البقاء انه يقدر يعيش. وقلت لك ان مرتبطه بمبحث اسمه مبحث الاكسيولوجيا او مبحث القيم اللي كان بيدرس حاجه اسمها قيمه الاخلاق. طيب تعالى بقى نتكلم عن انواع الاخلاق البايوتوبيه. طب جميل قوي. احنا عندنا كم نوع يا مستر؟ انت عندك 3 سريعا كده، وال3 اسهل من بعض والله. اول حاجه عندك وهي اخلاق العياده. تاني حاجه عندك وهي اخلاق البحث العلمي. طيب بعد كده عندك اخلاق اسمها اخلاق السياسه الصحيه. يبقى احنا عندنا كام نوع من الاخلاق البيوتوبيه اللي لها علاقه بالطب؟ 3: العياده، البحث العلمي، والسياسه الصحيه. طب تعالى نمسك حاجه حاجه. نبدا بالعياده. صليتوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. العياده، طيب مبدئيا ظهر عندنا واحد اسمه ديفيد روس. اسمه ايه؟ ديفيد روس. طيب ظهر عندنا واحد يا مستر اسمه ديفيد روس. الراجل ده هو اللي اتكلم عن اخلاق العياده. قال ايه بقى؟ الراجل ده قال ان اطراف اخلاق العياده 3. الاطراف 3. مين هم يا مستر؟ تعالى. اول طرف عندك هو الطبيب. طيب تاني طرف عندك وهو المريض. اخر طرف عندك وهو المجتمع. طيب تعالى كده حاجه حاجه نفهم. طب يا مستر المريض وعرفناه، الراجل العيان اللي بيبقى قاعد بيكحكح ده هموت مش قادر، فيروح لمين؟ يروح للدكتور، يروح للطبيب. الطبيب بيحاول يعالجه صح؟ فلازم يبقى في ما بينهم اخلاق. طيب دول وعرفناهم. طب ايه علاقه المجتمع باخلاق العياده؟ هسالك سؤال. هو الطبيب لما يعالج المريض ايه اللي هيحصل؟ والله ببساطه اللي هيحصل ان الامراض اللي منتشره في المجتمع هتقل. طب لما الامراض المنتشره في المجتمع تقل، يا ترى المجتمع هيستفاد ولا لا؟ يا مستر طبعا هيستفاد، انه مش هيبقى فيه امراض. يبقى اطراف اخلاق العياده 3: الطبيب والمريض والمجتمع. طيب تعالى يا عم اهو. يبقى المجتمع هيستفاد في ايه؟ ان الامراض هتقل. الامراض هيحصل لها ايه؟ الامراض هتقل. خلاص؟ طيب دي الاطراف. طيب خلي بالك بقى ان والله اخلاق العياده دي ترتبط بكل من الطبيب وفريق العمل او الفريق الطبي. هو مين الفريق الطبي؟ اللي هم الممرضين. طيب يا ترى هم مرتبط بيهم ليه او هي مرتبطه بيهم ليه؟ عشان يقدروا ياخدوا قرارات. يقدروا ياخدوا ايه؟ قرارات.
عشان يقدروا يحلوا اي مشاكل بتواجههم اهو، وحل المشاكل. طيب يبقى واحده واحده. ترتبط بمين؟ ترتبط بالطبيب، خلاص، وفريق العمل اللي هو الممرضين، عشان يقدروا ياخدوا قرارات ويقدروا يحلوا مشاكل. ببساطه ببساطه حضرتك لو بتعمل عمليه، خلاص، في العمليه دي ضغطك ارتفع شويه. طيب هم هيحاولوا ايه؟ انهم ينزلوه. طيب قبل ما ينزلوه لازم يفكروا الاول، خلاص. هيدوك حاجه هيخلي الضغط يقل بس من غير ما تاذيك، من غير ما تعمل فيك اي مشكله. طب دي اخلاق ولا مش اخلاق؟ دي اخلاق. مين يتمتع بيها؟ الطبيب وفريق العمل اللي هم مين؟ الممرضين او الدكاتره المساعدين. شفت ازاي هم بيحافظوا او بيحاولوا وهم بيعملوا لك العمليه يحافظوا عليك، يخلوا بالهم منك، يحاولوا ان هم يساعدوك بس من غير ما يضروك. حلو، دي اسمها اخلاق ايه؟ دي اسمها اخلاق العياده. اهو واجهوا مشكله، ضغطك ارتفع، خلاص، فبداوا ياخدوا قرار ان هم ينزلوا الضغط من غير ما يأذوك. شوف بقى هم هيعملوا ايه، هيدوك دواء معين او هيدوك حقنه معينه، هيدوك حاجه معينه بس من غير ما يأذيك. دي اسمها اخلاق العياده. خايف عليك. طيب بنستخدمها في ايه؟ قال لك والله تستخدم والله يا مستر احنا بنستخدمها في العيادات، بنستخدمها امام سرير المريض. زي لما الدكتور مثلا بيجي يطمن عليك او بيطمن على حالتك وانت قاعد على السرير، بيبدا يتكلم معاك، تلاقيه دايما كلامه خفيف، كلامه بيحاول يشجعك، خلاص، دايما كلامه بيحاول يديك في طاقه. ليه؟ دي اسمها اخلاق العياده. هو بيحاول انه يحسن من طاقتك، يحاول انه يديك طاقه ايجابيه. دي اسمها ايه؟ دي اسمها اخلاق العياده. موجوده في العيادات، موجوده امام سرير المريض، يعرف ازاي يتعامل معاه. طيب مش بس كده، ده كمان يا مستر قال لك والله اخلاق العياده دي بنستخدمها عشان هنضع ايه؟ قال لك عشان تضع خطه علاجيه لمين؟ للمريض. طيب اشمعنى؟ اصل المريض ده هو الذي بيثق في مين؟ قال لك والله ده بيثق في الطبيب. طب حضرتك لما بتروح لدكتور وبيكشف لك بيبدا يحط لك خطه علاجيه. ايه هي الخطه العلاجيه؟ تعالى هنمشي مع بعض على دواء معين لمده شهر، ما جابش نتيجه ممكن نغير الدواء او نكثف الجرعه. طب ما جابش نتيجه ممكن نضطر ان احنا نعمل عمليه جراحيه. طب ما هو كده بيحط لك خطه عشان يحاول انه يعالجك من المرض اللي عندك، صح؟ طب اشمعنى؟ عشان انت تثق في هذا الطبيب، تثق في الدكتور، عندك ثقه متبادله ما بينك وما بينه. دي اسمها اخلاق العياده. صعبه؟ فيها مشكله؟ ما اظنش. تعالى نرجع لها مع بعض تاني. تعالوا اهو، بص بيقول لك ايه؟ اخلاق العياده، انا فصلتها لك كده بالراحه. اخلاق العياده الاطراف، الطبيب والمريض والمجتمع. قلت لك والله المريض العيان، خلاص، والطبيب الدكتور اللي هيكشف عليه ويعالجه. المجتمع ان لما الدكتور يكشف على المريض والمرض خلاص او يشفى من المرض، الامراض هتقل في المجتمع، كده المجتمع استفاد. يبقى الاطراف 3. ركز معايا ولا ركز معايا. يبقى الطبيب والمريض والمجتمع، اوعى تنساه. طيب بترتبط بمين؟ بترتبط بالطبيب اللي هو الدكتور وفريق العمل اللي هو الممرضين عشان يقدروا ياخدوا قرارات ويحلوا مشكلات. طب بتستخدم قدام ايه؟ بتستخدم في العيادات وامام سرير المريض. حلو. طيب بنعمل بيها ايه تاني؟ والله بنحاول ان احنا نحط بيها خطة علاجية. خلاص، بنحاول نحط بيها خطة علاجية للمريض. بنحط له خطة عشان يعرف هو هيشفى امتى، هيتعالج امتى، هتخلص من المرض امتى. طب اشمعنى؟ لان المريض بيثق في الطبيب بتاعه. صعبة؟ فيها مشكلة؟ ما اظنش. دي اسمها اخلاق العياده. مين اللي اتكلم عنها؟ واحد اسمه ديفيد روس. صعبه؟ فيها مشكله؟ ولا مشكله ولا فيها اي حاجه خالص. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن اخلاق العياده. تعالى هنتكلم مع بعض بقى عن البحث العلمي. طيب يلا يا سيدي تعالى معايا نتكلم عن البحث العلمي. اخلاقيات البحث العلمي، ركز معايا. طيب 2
أخلاقيات البحث العلمي. ببساطة كده في كلمتين، أخلاقيات البحث العلمي دي تتمثل في عملية الدراسة، في عملية التجارب، في عملية الفحص. هعمل دراسة، هعمل تجارب، هعمل فحص، هعمل مش فحص، هنعمله على مين؟ على الإنسان. طيب يبقى احنا مستر تتمثل في ايه؟ في الدراسة، في التجارب، في الفحص على مين؟ على الإنسان. طيب ببساطة هل ينفع ان احنا نعمل تجارب على الإنسان؟ لا ما ينفعش. مفيش قانون، مفيش مجتمع، مفيش دولة، مفيش أي حد في الدنيا يسمح إن حد يقدر يعمل تجارب على إنسان. اعمل على دواء، اعمل على نظرية معينة، اعمل على عملية معينة، اعمل على حيوانات، لكن تعمل على إنسان لا. ما ينفعش إن أنت تعمل على إنسان. أنا آسف، خلاص مفيش حد هيسمح لك. فهنا بدأنا نحط حاجة اسمها بروتوكول، بنحط قواعد، بنحط قوانين، خلاص عشان نمنع الكلام ده. ما ينفعش ان انا اجيب انسان واعمل عليه تجارب. دي اسمها اخلاقيات البحث العلمي. لقيته بيتكلم معاك في الامتحان عن دراسة، تجارب، فحوصات على الانسان، يبقى دي اسمها اخلاقيات البحث العلمي. طب يا ترى هم وافقوا ولا ما وافقوش؟ لا ما وافقوش، قال لك لا ما ينفعش، دي مش اخلاق. دي مش ايه؟ دي مش اخلاق. ما ينفعش ان انا اعمل اي تجارب على انسان. عايز تعمل على حيوان براحتك اعمل، لكن ما تعمليش على انسان. خلاص، رغم ان في ناس رفضت حوار الحيوانات ده، بس مش مهم. خلاص معلش، يعني انا اعمل على الانسان ولا اعمل على الحيوان؟ الاولى ان انا اعمل على الحيوان، لكن ما اعملش على انسان. الانسان كائن راقي، خلاص هو المعمر في الدنيا وفي الحياه. طيب دي اسمها ايه؟ اخلاقيات البحث العلمي. شفت سهله ازاي؟ طيب 3 او اخر حاجه هنتكلم عنها وهي اخلاقيات السياسه الصحيه. طيب ايه بقى اخلاقيات السياسه الصحيه دي؟ هو يعني ايه سياسه صحيه؟ يعني ايه كلمه سياسه؟ لما اقول لك كلمه سياسه هيجي في بالك شويه قوانين، هيجي في بالك شويه قواعد، هيجي في بالك شويه معايير، هيجي في بالك شويه تشريعات. حلو. يبقى تاني لما اقول لك كلمة سياسة يجي في بالك على طول قوانين، يجي في بالك على طول تشريعات، يجي في بالك على طول قواعد، يجي في بالك على طول معايير. طيب مين اللي بيحط الحاجات دي؟ اللي بيحط الحاجات دي بتبقى منظمات لديها المسؤولية، مسؤولة عن الصحة. ايه؟ منظمات مسؤولة عن الصحة؟ زي مين؟ زي منظمة الصحة العالمية، الصحة العالمية. هي اللي بتحط القواعد، هي اللي بتحط المعايير، هي اللي بتحط التشريعات، هي اللي بتحط القوانين. جميل. طيب هل بتحطها مثلا لدولة معينة؟ هل بتحطها لقارة معينة؟ أمريكا بس؟ مصر بس؟ الصين بس؟ اليابان بس؟ لا، ده هي بتحطها لكل دول العالم. أهي والله يا مستر توضع هذه المعايير والقوانين لكل دول العالم. لو انت عايز تلخص ورايا الكلام ده لخصه، مش مشكله. بعدين لما تيجي تشرح او تيجي تذاكر من المذكره قارن الكلام ده بده، ده هتلاقيه اسهل شويه عشان انا بفصص كل حاجه. طيب يبقى مستر الاخلاق السياسيه، سياسيه يعني قوانين، قواعد، معايير، تشريعات. شفت اي حاجه من دي يبقى ده على طول اخلاقيات السياسه الصحيه. مين اللي بيحطها؟ منظمات مسؤوله عن الصحه زي منظمه الصحه العالميه. طيب بتحطها لدوله معينه او قاره معينه؟ لا، دي بتحطها لكل دول العالم. خلاص كله بيمشي عليها. طيب في منها بقى 3 حاجات بتعملهم، او 3 حاجات او 3 مستويات. طيب تعالى مع بعض نعرفهم. اهو
هنتكلم عن مستويات السياسية الصحية. جميل. طيب انت عندك كم مستوى؟ عندك 3. تعال مع بعض. عندك حاجة اسمها الصحة العمومية، عندك حاجة اسمها العلاج، عندك حاجة اسمها موارد أو توزيع موارد الصحية. طيب حاجة هو يعني ايه يا مستر صحة عمومية؟ الصحة العمومية جاية من كلمة عموم يعني شاملة. طيب شاملة مين؟ شاملة الناس اللي عندها مريضة يعني، وشاملة كمان الناس السليمة. يبقى شاملة الناس المريضة وشاملة الناس السليمة. طيب الناس المريضة بنحاول ان احنا نساعدها في العلاج، بنساعد في العلاج، بنحاول نقدم لهم او بتحاول تقدم لهم علاج. طب والناس السليمة بتحاول تعمل لهم حماية وتعمل لهم وقاية. تعمل لهم ايه؟ حماية ووقاية. هديك مثال بسيط. عارفين كورونا؟ لما حصل كورونا خلاص بدأت منظمات او منظمة الصحة العالمية تبدأ تضخ اموال وفلوس عشان الاطباء والدكاترة في العالم يقدروا يوصلوا لمصل لفيروس كورونا. طيب ليه؟ عشان نحاول ان احنا نساعد الناس المريضة ان احنا نعالجها. طيب تاني حاجة عملتها انها بدأت تهتم بالناس السليمة. ازاي؟ عن طريق الحماية والوقاية. بدأت تعرف الناس انها لازم تلبس كمامات، ما تقفش في اماكن مزدحمة، تغسل ايديها بالمية والصابون. خلاص كل دي ليه؟ دي اسمها وقاية وحماية للإنسان السليم. دي اسمها الصحة العمومية. طيب تاني حاجة وهي العلاج. طيب ايه بقى العلاج؟ قال لك والله ان من حق كل الأفراد أن يتم لهم العلاج. يتم لهم ايه؟ يتم لهم العلاج. من حق ان كل الناس انها تتعالج. الكبير يتعالج، الصغير يتعالج، خلاص الفقير يتعالج، الغني يتعالج، العاقل يتعالج والجاهل يتعالج. كل الناس تتعالج، مفيش حد افضل من حد في العلاج، كلنا سواسية. طيب اما توزيع الموارد الصحية دي تتمثل في حاجتين. احنا عندنا موارد بشرية وعندنا موارد مادية. الموارد البشرية دي اللي بتتمثل في 2، في الأطباء ومعهم كمان الممرضين. طيب أما الموارد المادية دي بتتمثل مثلا في الأدوية، خلاص تتمثل في الأجهزة الطبية، تتمثل في مثلا السراير الطبية، تتمثل في مثلا عربيات الإسعاف. خلاص دي حاجات مادية. مين بيوفر الكلام ده كله؟ اللي بيوفرها منظمة الصحة العالمية. خلي بالك بتجيب الأطباء والممرضين تعمل لهم ندوات، مثلا في اوروبا، في مثلا في امريكا، في مثلا في اليابان، في الصين، عشان يبداوا يروحوا ويتعلموا اكتر ويعرفوا ايه اكتر حاجه تقدم ليها الطب او وصل ليها الطب. خلاص عشان دايما يطوروا من مهاراتهم، خلاص ويتعلموا حاجات جديده في الطب. طيب ان ده هيساعدهم جدا ويحاولوا ان هم يفيدوا بيه المرضى. طيب وماديه انها بتدفع فلوس عشان تعمل ادويه، تجيب أجهزة جديدة، تجيب سراير، تجيب عربيات إسعاف. صعبة؟ فيها مشكلة؟ ما أظنش. يبقى لقيته بيتكلم معاك عن أي مستوى من دول اعرف إن دي اسمها السياسة الصحية. لقيته بيتكلم معاك عن العلاج، عن الحماية والوقاية، دي اسمها الصحة العمومية. لقيته بيتكلم معاك إن من حق كل الأفراد إن يتم العلاج ليها أو إنها تاخد دواء، خلاص ده اسمه منظومة العلاج. طب لقيته بيتكلم معاك عن شوية موارد بشرية، ممرضين، موارد مادية زي الأدوية، الأجهزة، السراير، عربية الإسعاف، ده اسمه توزيع الموارد الصحية. صعبة؟ فيها مشكلة؟ ما أظنش. وبكده يبقى احنا اتكلمنا عن الأخلاقيات ال3 أو 3 أنواع الأخلاقيات اللي لها علاقة
باخلاق البايو طبيه. طب تعالى بقى دلوقتي هنخش في شويه مشاكل بتحصل في الطب، تعالى هنعرفها سوا. طيب تعالى مع بعض بقى هنتكلم عن شويه قضايا او مشاكل بتحصل في الطب او بتحصل في الاخلاق البايو طبيه، هنعرفها مع بعض. اول مشكله بتواجه الطب عندك وهي مشكله اسمها مشكله زراعه الاعضاء. زراعه الاعضاء. اخد عضو من عندي ادي عضو لغيري، خلاص، او اخد عضو غيري اخده عندي، ده اسمه زراعه الاعضاء. خلاص. طيب والله قال لك احنا عندنا 4 مشكلات. زراعة الأعضاء في حالة المتبرع الحي أو في حالة المتبرع الميت، وعندنا مشكلة اسمها الموت الرحيم، وعندنا حاجة اسمها قيمة الحياة. بص مفيش أسهل منهم، حاجات بسيطة أوي. طيب واحدة واحدة. في حالة المتبرع الحي، بص يا باشا، لازم تبقى عارف إن أي إنسان عايش في الدنيا ده عنده نوعين من الأعضاء. نوعين من إيه؟ من الأعضاء. أعضاء متجددة وعنده أعضاء غير متجددة. طيب قالوا له إيه بقى؟ قال له والله لو حضرتك عايز تتبرع وأنت موافق، لما تيجي اتبرع بالأعضاء اللي ممكن تتجدد في جسمك زي الكبد. الكبد ده بيتكون من فصوص، فأنت لو خدت منه فص اتبرعت بيه لحد هتلاقيه في يوم من الأيام بدأ ينمو تاني ويطلع تاني، ده ما فيهوش مشكلة ومش هيعمل لك مشكلة. إنما ما ينفعش ان انت تتبرع بعضو موجود عندك مفيش غيره، ولو اتبرعت بيه خلاص ممكن يأذيك، ممكن يعمل لك مشكلة لانه ما بيتجددش، ما بيطلعش تاني. زي القلب، ينفع اخد القلب من حد احطه في حد تاني؟ لا ما ينفعش، اصل القلب ده ما بيتجددش، مش هيطلع تاني لوحده، شلته خلاص اللي قدامك ده هيموت خلاص، فبالتالي هيسبب لك مشكلة. ومن هنا هنخش في حتة تانية خالص، حتة اسمها تجارة الأعضاء. ما هو أنت لما تاخد حاجة من حد أنت كده بتستغله، وأنت عارف إنها مش هتطلع عنده تاني، أنت عارف إنه هتسبب له مشكلة، دي اسمها تجارة الأعضاء. يبقى حضرتك لو عايز تتبرع، أنت شخص عايش عايز تتبرع لحد، لبابا لماما لأخوك عنده مشكلة، لازم تتبرع بعضو بيتجدد. بيتجدد عشان ما يعملكش مشكلة، لانك لو اتبرعت بحاجه مش بتتجدد وعملت لك مشكله ده اسمه تجاره الاعضاء. طيب تعالى مع بعض كده اهو، والله الكلام سهل جدا اهو. زراعه الاعضاء في حاله المتبرع الحي، شخص عايش، لا يكبر التبرع الا بالاعضاء القابله للتجديد والتي لن تؤدي انتزاعها الى ضرر كبير مما يقود الى مشكله الاتجار بالاعضاء وتعريض الانسان للاستغلال والامتهان. انا بستغله خلاص، ده اسمه تجارة الأعضاء. صعبة؟ فيها مشكلة؟ ما أظنش. يبقى خلي بالك دي بتتكلم في إيه؟ دي بتتكلم إن الإنسان الحي هيتبرع، بس لما يجي يتبرع بعضو بيتجدد عنده، لكن لو عضو مش بيتجدد ما ينفعش، لأن ده هيضره هيأذيه، وبكده أنت دخلت في مشكلة تجارة الأعضاء. طيب عندك تاني حالة بقى وهي حالة زرع الأعضاء بس في حالة المتبرع الميت. الإنسان يبقى خلاص مات. طيب الحالة دي بقى بص، لازم تبقى عارف ان جسم الانسان لما بيموت اعضائه بتفضل شغاله كده كام ساعه. طيب الكام ساعه دول تقدر تنقل فيهم الاعضاء من شخص ميت لشخص تاني، مفيش اي مشكله، طبعا بعد موافقه الاهل. خلاص وافق تمام، خد يا باشا وانقل الناحيه التانيه. حلو قوي. في حاله تانيه بتسمى بحاله موت الدماغ. بص اسمها ايه اهو، موت الدماغ. في حالات بيبقى فيها الانسان ميت اكلينيكيا، دماغه خلاص مفيش ادراك مفيش احساس واقفه، فالاطباء بيقولوا ده ميت يا جماعه، ميت اكلينيكيا. عايش على ايه؟ عايش على الاجهزه، اعضائه بس شغاله بس خلاص دماغه مفيش، ملغيه، ملهوش قومه تاني. فبياخدوا راي الاهل، لو كده خلاص بيشيلوا من عليه الاجهزه، فبيبدا ان هو يتوفى ويموت، فيبداوا ياخدوا منه الاعضاء ويتبرعوا بيها لشخص تاني. خلاص ده اسمه ايه؟ ده اسمه تبرع في حالة المتوفي أو حالة شخص ميت. يبقى خلي بالك حالة الشخص الميت ده إنه لو مات خلاص أعضائه بتفضل شغالة كام ساعة كده في فترة نقاء بياخدوها، خلاص ياخدوا منه الأعضاء يدوها للشخص التاني. وفي حالة تانية وهي حالة موت الدماغ، لو دماغه خلاص واقفة مش هتشتغل تاني، اللي هو الموت الإكلينيكي، عايش بس على الأجهزة، مفيش مشكلة، ياخدوا رأي الأهل ولو كده يشيلوا من عليه الأجهزة ويبدأوا ياخدوه ويستفادوا من أعضائه إنهم يدوها لشخص تاني عشان يقدر يعيش.
خلاص. انا هديك مثال، مثلا هديك مثال على ده. زراعه الاعضاء في حياه المتبرع الحي. خلاص، لا انا اسف، في حياه المتبرع الميت، انا اسف. كان في امريكا ابنها توفى. خلاص. وفي تانية ابنها كان عنده مشكله في القلب، فاخدوا رايها الام الاولى دي، واخدوا منها قلب ابنها المتوفي وادوه القلب، او ادوه للطفل التاني اللي عنده مشكله في القلب. خلاص. وبدا يعيش، وبدا يستقبل القلب، وبدا يعيش بيه. فالام بدات تحس بالحنان اتجاهه، الطفل الاولاني اللي مات اللي اخده قلبه. ليه؟ اصل قلب ابنها جواه، وحطت ودنها كده على صدره وبدات تحس او تسمع دقات قلب ابنها. خلاص. ده اسمه ايه؟ ده اسمه زرع الاعضاء في حياه المتبرع الميت. طيب، الموضوع سهل، مفيهوش اي مشكله. طيب، 3، نزع الوسائل الاصطناعيه الداعمه. ده اسمه الموت الرحيم. الموت الرحيم. خلي بالك والله الكلام ده كله فهم، انت لو فهمت الدنيا خلاص، وسيلته كلها مباشره، مش محتاج انت بس هتقرا كده الكلام اللي موجود، نفس الكلام اللي انا بقوله وبشرحه ببقي، خلاص هتلاقي الدنيا سهله، والاسئله كلها مباشره، ما فيهاش حاجه صعبه. طيب، نزع الوسائل الاصطناعيه الداعمه ده اسمه الموت الرحيم. ايه الموت الرحيم ده؟ بص يا باشا، الموت الرحيم ده ان ممكن يبقى فيه انسان يبقى عنده مرض خبيث او مرض معين وحش، فهو بيعاني بسببه، عنده صراع معاه، فبيطلب من الطبيب انه يحاول يموته، يدي له حقنه هواء ويفارق الحياه، يسيب الدنيا كلها. الله، خلاص هو مش مستحمل، مش قادر يفضل مع صراع مع المرض، لا هو يموت ويريح دماغه. خلاص، ده اسمه الموت الرحيم. او مثلا يجي واحد خلاص كبر في السن وحاسس ان خلاص الدنيا مش حلوه معاه، جايب اخره، يقول لك يروح للدكتور يقول له اديني حقنه هواء وموتني. خلاص. او مثلا واحد يبقى مشلول، عنده شلل كامل ما بيتحركش، يقول بس بيحرك عينه كده وبقه، فيطلب من الطبيب ان يديله حقنه هواء ويموته. ده اسمه الموت الرحيم. خلاص. طيب، هل الموت الرحيم ده ينفع؟ لا، اخلاقيا ما ينفعش، لان كل انسان له حق في الحياه. له حق فين؟ في الحياه. مشلول بقى، عنده مرض، عنده معرفش ايه، له الحق في الحياه. وخلي بالك، الانسان اللي بيجي يطلب انه يموت ده، او يطلب الموت الرحيم ده، هو بس بيقول كده عشان هو مش حاسس بتعاطف مع الناس. خلاص. الناس مش بتعطف عليه، يعني هو لما بيروح للدكتور بيقول له موتني، انا خلاص مشلول ما بتحركش، او عندي مرض خبيث كده كده هموت وانا مش قادر ومش مستحمل، هو بيبقى مستني من الدكتور او من الناس انها تدعمه، تعطف عليه. ما بيلاقيش العطف ده، خلاص، يحس ان الناس موافقه على كلامه، ففاقد خلاص الامل، عايز يموت. انما الانسان بيبقى محتاج ان حد يعطف عليه، حد يطبطب عليه، حد يقول له ما تخافش، خلي عندك امل في بكره، خلي عندك امل في ربنا. طبعا مش بلاقي الكلام ده، فخلاص انا لا في حد بيساعدني، وانا اصلا تعبان مشلول عندي مرض معين، مفيش حد مثلا بيديني طاقه ايجابيه، مفيش حد بيعطف عليا، اجي اتكلم معاهم ان انا عايز اموت، موت يا عم انت كده كده فعلا ميت ميت، مش بيشجعوه. خلاص، هو بيبقى محتاج التعاطف ده، فللاسف بيموت نفسه، بينتحر. ده اسمه الموت الرحيم. هم طبعا بيدلعوه، بس في الاخر ده كفر، يعني مش ينفع. طيب، اهو ده اسمه ايه؟ ده اسمه الموت الرحيم. طيب، اهو اسمه الموت الرحيم. بص والله نفس الكلام اللي انا قلته هتقراه، مش محتاجين حتى ان احنا نقراه، فاهم؟ ده شغل كله يعني فهم، اي مع الفهم. خلاص. زي الناس اللي عندها غيبوبه مثلا، في ناس بتخش غيبوبه، ممكن تخش في سنه 2 3 4، خلاص هو فاقد ميت. خلاص. فيجي اهله يقول لك خلاص شيل من عليه الاجهزه وموته احسن، بدل ما هو قاعد كده. ده اسمه الموت الرحيم. ده هو قاعد بيعاني، مش عارفين هيصحى امتى، فبيموت. طيب، رابع حاجة عندنا وهي قيمة الحياة. ايه بقى قيمة الحياة دي؟ لازم تبقى عارف ان كل انسان له الحق في الحياة. انت محتاج ان انت لك الحق انك تعيش، وانا ليا الحق ان انا اعيش. الغني له حق العيش. الفقير له الحق في الحياة. الجاهل له حق في الحياة. العالم له الحق في الحياة. الشخص المتخلف عقليا له الحق في الحياة. الشخص المتعلم له الحق في الحياة. الشخص العاقل له الحق في الحياة. خلي بالك، مش معنى ان انت مثلا متخلف عقلي نقول لك تعالى نقتلك ونستفاد منك او نخلص منك، لا لا لا، انت لك حق في الحياه حتى لو انت متخلف، حتى لو انت مجنون. الناس اللي ماشيه في الشارع مجانين دي، خلاص، الناس العبط دي، طيب انا اسف طبعا في اللفظ يعني، بس هم مجانين يعني، مش ده يعني على قد فهم يعني، هو مجانين خلاص، يعني مجنون، ده له حق في الحياه. خلاص، مجنون وكل حاجه، بس له الحق في الحياه، ما ينفعش ان احنا ناخده ونموته. خلاص، كل الناس لها الحق في الحياه، فقير غني طويل قصير صغير كبير، خلاص، متعلم جاهل عاقل، خلاص، متخلف،
مفيش اي مشكله، كلنا لنا الحق في الحياه، دي اسمها قيمه الحياه، مفيش حد احسن من حد. خلاص. يعني في مثلا مشروع بيقولوا عليه الماسونيه مشروع المليار الذهبي، ان احنا طبعا في العالم 7 مليار، خلاص مش عارف ولا 6 مليار، هم عايزين يقتلوا مثلا احنا 7، يقتلوا الستة ويسيبوا مليار واحد. طب المليار واحد دول هيبقى مين؟ قال لك الناس علية القوم، الاغنياء، خلاص، العلماء، الناس اللي بتعرف تفكر، الناس اللي بتفيد او بتقدم حاجه للعالم وللمجتمع. اي حد تاني بقى لا نموته. طب انت بتحكم عليه بالموت ليه؟ ما ده له قيمه في الحياه، له حق في الحياه. انت مين انت عشان تحكم عليه؟ انت مين اصلا؟ انت مين يا ابني؟ ما ينفعش. خلاص، له قيمه في الحياه، لازم يعيش. دي اسمها ايه؟ قيمه الحياه. صعبه؟ فيها مشكله؟ ما اظنش. يبقى لقيته بيتكلم بقى معاك عن ان انت ليك حق في الحياه، خلاص، كلنا لازم نعيش، دي اسمها قيمه الحياه. لقيته بيتكلم معاك عن حاجه اسمها ان انت تموت، بتعاني بسبب مرض، بتعاني بسبب شلل، بتعاني بسبب مشكله، فعايز تعمل حاجه اسمها موت رحيم، ده اسمه نزع الوسائل الاصطناعيه الدائمه. طب لقيته بيتكلم معاك والله ان حضرتك ميت فتتبرع باعضائك لحد تاني، ده اسمه زراعه الاعضاء في حياه المتبرع الميت. طب لقيته بيتكلم معاك ان انت بتتبرع باعضائك اللي بتتجدد، ده اسمه زراعه الاعضاء في حياه المتبرع الحي. طيب اخر حاجه يبقى خلصنا خلاص الدرس. خلي بالك ان الكلام ده كله سهل والله، مفيهوش اي حاجه، مجرد كلام انت بس تفهم. طيب اخر حاجه عندنا حاجه اسمها اخلاقيات البحث العلمي، ودي في منها نوعين. الاخلاقيات دي عندك اخلاقيات لها علاقه بالبشر، وعندك اخلاق لها علاقه بالطب. طيب تعال نمسك حاجه حاجه. تعال نمسك الاخلاق، عشان بس دي مش مكتوبه عندك في المذكره، فبعد اذنك اكتبها عندك في الكشكول. طيب تعال مع بعض نتكلم عن الاخلاق اللي لها علاقه بالبشر. طيب والله دي تتمثل في 5 حاجات. 1 الافصاح، 2 الفهم، 3 وهي الأهلية، 4 وهي الطوعية. طيب آخر حاجة وهي الموافقة. 5 اكتبها عندك بعد إذنك عشان دي مش موجودة عندك. الموافقة. طيب يبقى دي شوية أخلاق خلاص لها علاقة بالبشر. طيب تعالى مع بعض نعرف إيه هي الإفصاح. الإفصاح دي اربطها لي دايما بالطبيب. مين؟ بالطبيب. طيب الطبيب لازم يدي المعلومات، هيديها لمين؟ لازم يديها للمريض. لما المريض بيروح يكشف عنده لازم الطبيب يبقى عنده اخلاق اسمها اخلاق الافصاح، يعرف كل حاجه موجوده او يعرف كل حاجه خلاص داخل جسم المريض، يعرفوا المرض اللي موجود عنده خلاص. طب هيعالجه ازاي؟ طب هيعمل ايه؟ هيديله ادويه، هيديله علاج، لازم يديله كل المعلومات خلاص اللي تخص المريض. يبقى الافصاح ان الطبيب هيدي كل المعلومات اللي هو عارفها لمين؟ للمريض، ده اسمه افصاح. طيب الفهم دي ليها علاقه بالمريض. المريض لازم يفهم المعلومات اللي قالها له مين؟ اللي قالها له الدكتور. يفهم المعلومات خلاص، لازم يفهمها كويس. طب اشمعنى؟ عشان يعرف هو عنده ايه بالظبط خلاص، يبقى عارف ايه اللي بيمر بيه، ايه اللي موجود جوه جسمه من مرض. يبقى تاني الافصاح ان الطبيب هيدي المعلومات كلها لمين؟ للمريض. لما يكشف عليه يعرفه كل حاجه بحذافيرها، ما يكذبش عليه، ما يخبيش عليه حاجه، ده اسمه الافصاح. الفهم ده له علاقه بالمريض، لازم المريض يفهم المعلومات اللي اداها له الدكتور عشان يبقى عارف حالته كويس. طيب تالت حاجه عندنا وهي الاهليه. بص المريض لما يفهم المعلومات اللي قالها له الدكتور كويس هيقدر ياخذ قرار، يتخذ قرارات. يعني والله في واحد راح كشف خلاص، لما كشف الطبيب بدأ يعمل عليه افصاح، يعني يبدأ يعرفه بكل حاجة عن مرضه، يديله كل المعلومات، فبدأ المريض يفهم المعلومات دي كويس ويعرف ايه المرض اللي موجود عنده، فبالتالي بدأ
ياخد القرار. القرار يعني شوف والله هو عايز يتعالج بايه، مثلا يتعالج بالادويه ولا يتعالج مثلا بالعمليه، انه يعمل عمليه. خلاص، والله الدكتور بدأ يقول له انت عندك مرض معين، فعندك طريقين، يا اما نعمل عمليه يا اما تستخدم ادويه بس على المدى الطويل شويه. فانت لك حريه القرار، دي اسمها اهليه. خد القرار اللي يناسبك. طيب الطوعيه. الطوعيه انك لما تيجي تاخد القرار لازم تاخد القرار دون تدخل خارجي. دون تدخل ايه؟ دون تدخل خارجي. يعني حضرتك لما تاخد القرار بتاعك سواء بقى هتتعالج بالادويه او بالعمليه، انك تعمل عمليه، لازم القرار يبقى طالع منك انت اللي واخده بدماغك، محدش مؤثر عليك، لا اصحابك ولا اهلك، خلاص، ولا الطبيب. شوف انت مصلحتك فين واعملها. ده اسمه ايه؟ ده اسمه طوعيه، انك تاخد القرار دون تدخل الاخرين. خلي بالك الفرق ما بين دول. الاهليه انك تاخد القرارات، انت فهمت المعلومات فتاخد بناء عليها القرار بتاعك، هتتعالج بالدواء ولا تعمل عمليه. انما الطوعيه انك لما تيجي تاخد القرار تاخده دون تدخل، محدش يتدخل. طيب الموافقه ده اسمها موافقه كتابيه. يعني ايه موافقه كتابيه؟ اللي هو الاقرار الطبي. قبل ما بتخش العمليه بيقول لك خد اقرار، امضي لنا ان انت موافق على العمليه، ان انت موافق على الحاجه اللي هتحصل معاك، خلاص، ان انت موافق على الادويه دي. ده اسمه اقرار طبي، انت بتوافق كتابه. وخلي بالك لو في اي وقت عايز ترجع عن الاقرار ده، خلاص ترجع عليه عادي، ما تكملوش، ما تعملوش، ما فيش مشكله. تاخد الورقه وتقطعها، خلاص انا مش موافق، انا لغيت، خلاص. ده اسمه ايه؟ دي اسمها اخلاقيات البحث، بس خاصه بالبشر. الافصاح، الفهم، الاهليه، الطوعيه، والموافقه. طب سؤال، الاهليه دي ان الانسان بيعرف ياخد قرار. هل كل انواع الناس بتعرف تاخد قرارات؟ لا. يعني عندك مثلا الطفل، هل الطفل بيعرف ياخد قرار؟ لا. مثلا اللي عنده مثلا اعاقه ذهنيه، هل اللي عنده اعاقه ذهنيه ده بيعرف ياخد قرار؟ لا. يبقى خلي بالك مش كل انواع الناس تقدر تاخد قرار. الطفل ما يقدرش ياخد قرار. هياخد قرار ازاي يعني؟ هيقول لك انا هاخد ادويه، اخش عمليه؟ لا، مش بايده. ولا الشخص اللي عنده اعاقه ذهنيه، المريض العقلي، المجنون يعني، برضه مش بايده، ما يقدرش ان هو ياخد قرار. يبقى خلي بالك الاهليه ان مش كل الناس تقدر تاخد قرارات. صعبه؟ فيها مشكله؟ ما اظنش. طيب دي اللي خاصه بالبشر. طيب تعال بقى نخش باللي خاصه بالطب. اكتب بقى دي ها عشان دي مهمه. اللي خاصه بالطب 4: المنفعه، وعدم الحاق الاذى، واحترام الاستقلاليه الفرديه، خلاص، والمساواه والعدل. طيب تعالى ناخدهم حاجه حاجه. نمسك اول حاجه عندنا وهي المنفعه. ايه المنفعه دي يا مستر؟ ببساطه حضرتك لما بتروح للدكتور، غرض الدكتور ايه؟ غرضه انه يعالجك، صح؟ انه يحميك من الامراض، صح؟ انه يشفيك، صح؟ طبعا شافي ربنا، بس هو سبب من الاسباب. طيب هي دي مش منفعه ليك؟ اه يا مستر دي منفعه ليا، صح؟ هو مش بيحاول يحافظ عليك؟ اه يا مستر بيحاول يحافظ عليا. مش بيحاول يخليك تبقى شخص سليم ما عندكش امراض؟ فعلا يا مستر بيحاول يشفيني. ده اسمها ايه؟ دي اسمها منفعه. خلاص. الدكتور او الطبيب مهمته كلها انه يفيدك، انه يعالجك، انه ينفعك من الاخر. اهو بص بيقول لك ايه؟ هي فعل ما فيه الخير لمصلحة المريض من رعاية صحية، خلاص، يهتموا بيه لإزالة المرض عنه. فالصحة الجيدة هدف لكل مريض، وهو ما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع. يبقى الطبيب مهمته، خلاص، أو الطب مهمته كلها تتمثل في إن أنت تبقى شخص سليم ما عندكش أمراض. طيب 2: عدم إلحاق الأذى. يا مستر عدم إلحاق الأذى ده ببساطة، أنا لو دكتور وانت مريض وجيت تعمل عندي عمليه، بس في ما بيني وما بينك مشاكل، ينفع ان انا اذيك في العمليه عمدا عشان في ما بيني وما بينك مشاكل؟ لا، ما ينفعش. الاخلاق البيو طبيه تقول لك لا، ممنوع، ما ينفعش الكلام ده.
اللي انت بتعمله ده مش صح، خليه يقوم بالسلامه، بعدين صفي حساباتك بره معاه. لكن طول ما هو تحت ايدك انت واجب عليك انك تقومه بالسلامه، انك تعالجه. ولا كمان ينفع ان انت تاذيه جهلا خلاص، ولا ينفع ان انت تاذيه كمان اهمالا. جهلا انك تبقى شخص حمار متخرج من كليه خاصه، كليه طب خاصه، وعمال تجرب في الناس، ما ينفعش، انت جاهل حمار خلاص. ولا ينفع ان انت كمان تاذيه خلاص اهمالا. يعني ما ينفعش ان انا دكتور اخش اعمل لحضرتك عمليه وانا مثلا ادواتي مش متعقمه. طب ما ممكن تعمل لك مشكله، ممكن تاذيك، تعمل لك تسمم، تلوث، انا كده اذيتك اهماليا. يبقى انا ما ينفعش اذيك لا عمدا ولا جهلا ولا اهماليا، اهمل فيك، ده كله ما ينفعش. عشان انت ليك الحق في الاخلاق، ليك الحق في الحياه انك تقدر تعيش، وانا لازم احافظ عليك. ده اسمه ايه؟ ده اسمه عدم الحاق الاذى. هو عدم التسبب في الحاق الضرر بالمريض سواء كان عمدا او اهمالا. خلاص، ما ينفعش ان احنا نأثر في حقك كمريض. طيب 3 احترام الاستقلالية الفردية، يعني الحرية. انت كمريض لك مطلق الحرية والاستقلالية في انك تختار انت عايز تتعالج ولا لا. يعني انت لو جيت مثلا تكشف، خلاص انا قلت لك والله انت لازم تتعالج بالعلاج الفلاني، قلت لي لا يا دكتور خلاص انا مش عايز اتعالج، براحتك. لا يا دكتور انا عايز اتعالج بس هتعالج بالدواء، براحتك. لا يا دكتور انا هتعالج بس عايز اعمل عمليه، براحتك. انت لك حريه والاستقلاليه في الاختيار المناسب ليك. ممكن يجي لي واحد مثلا فاهم مريض بس حالته الماديه على قده، طيب يجي خلاص مش قادر يعمل عمليه، فيبدا يختار ان هو ياخد دواء. طيب ينفع الدكتور يمنعه؟ لا ما ينفعش، ما يقدرش يتكلم معاه في حاجه زي كده. ليه؟ عشان هو له الحريه، له الاستقلاليه في انه ياخد اللي هو عايزه او يستخدم الطريقه اللي هو عايزها. طيب 4 المساواه والعدل. بص يا باشا، من حق كل واحد انه يتعالج، اهو حق كل الناس انها تتعالج، حق كل انسان، مثلا حق كل انسان اهو في العلاج. يعني ايه؟ والله من حق كل الناس انها تتعالج وتتعامل بمساواة في العلاج. يعني انا رجل غني اتعالج، انا رجل فقير اتعالج، انا رجل جاهل اتعالج، انا رجل مثلا عالم اتعالج، انا عيل صغير اتعالج، انا رجل كبير اتعالج، انا رجل حمار جاهل خلاص عندي اعاقة ذهنية اتعالج. طب انا راجل مثلا عاقل فاهم كل حاجة بتحصل، من حق ان انا اتعالج. يبقى من حق الناس كلها تتعالج، لازم يبقى في ما بينهم مساواة. خلاص، كل الناس حقها انها تتعالج، من كل الناس حقها ان يبقى عندها رعاية صحية وان احنا نحافظ على حياتهم. ده اسمه ايه؟ ده اسمه المساواة والعدل. صعبة؟ فيها مشكلة؟ ما اظنش. وبكده يبقى انا اتكلمت معاك عن الاخلاقيات اللي تخص البحث العلمي من حيث البشر ومن حيث الطب. وبكده يبقى احنا خلصنا الدرس الثاني عندنا اللي بيتكلم عن الاخلاق البايوطبيه. وبكده يبقى احنا خلصنا الفصل الاول في الفلسفه. ان شاء الله الحصه الجايه او المحتوى الجاي هيبقى الدرس الثاني عندك في المنطق، وبعد ما نخلصه هنخش على امتحان شهري. بس قبل ما اعمل الامتحان الشهري هعمل لك ورشه حل كده حلوه نبدا نحل فيها، بعدين ان شاء الله اعمل لك امتحان شهري محترم. اشوفكم في محاضره جديده ومحتوى جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.